تحية نجوم المنتخب المغربي على هذا المشوار المذهل على الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم. أول شيء دائما الحمد لله وشكر الله دائما وأبدا. شكرا لهؤلاء اللاعبين. هنا سجدة شكر لله على ما تحقق في هذه البطولة. الحمد لله بطولة أكثر من رائعة. شرفتونا ورفعتوا راسنا يا الأولاد. أداء مشرف وأداء راقي وأداء خرافي. في اعتقادي نلتم كل الثناء والشكر والتقدير بهذا الأداء مع مدرب وطني ومع أداء رجولي منذ بداية هذه البطولة. خرجوا مرفوعين الرأس ضد فريق ومنتخب وحامل لقب كأس العالم. كنت من ند للند، كل لاعب أدى اللي عليه. كان هناك إرهاق وكان هناك تعب، لكن الحمد لله إصابات كثيرة كذلك، قلة اختيارات المدرب خصوصا اللاعبين الاحتياطيين، لكن أداءنا في اعتقادي كان جدا 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 مشرف. الوصول إلى نصف النهائي هذا ولا المربع الذهبي أكبر تتويج للكرة العربية وللكرة المغربية في التاريخ، وهذا شيء مهم جدا. هناك بعض شيء طبيعي أن هناك بعض القلق من بعض اللاعبين، لكن هذه هي كرة القدم، عليهم أن يرفعوا رأسهم، وهذه سنة الحياة. احنا قدمنا مباراة كبيرة ورفعنا الرأس والحمد لله. الآن التفكير في المباراة المقبلة، لا زال هناك مباراة أخرى المركز الثالث والرابع. أصبحتم الأربع الأوائل في العالم، هذا يشرفنا ويشرفكم ويشرف كل العرب والحمد لله. طموح الآن مركز ثالث على مستوى العالم. أكيد مباراة، لا زالت هناك مباراة يوم السبت، المركز الثالث على العالم. باعتقادي أفضل ممكن شيء يقدموه لهذا الجمهور الذي حضر بقوة وساند. نشكر الجمهور محمد، الجمهور اللي حضر بكثافة وبقوة وساند منذ بداية البطولة هذه، ووضع ثقة في هؤلاء اللاعبين وفي هذا الفريق وفي هذا الإطار. لم نطلب المزيد مما أدوا عليه، وكذلك لهذا الرجل كذلك الذي اشتغل بشكل جيد واشتغل على أعلى مستوى وحضر وساعد منذ سنوات وهو يشتغل، لكن يجب هناك أشياء أخرى يجب إن شاء الله نحسنها، في انتظار دائما المزيد من التألق والمزيد من النجاحات إن شاء الله. محمد، شاهدنا الكثير من الدموع بين لاعبي المنتخب المغربي لأنهم شعروا بأن كأس العالم أصبح أقرب من أي وقت مضى في رحلة كان يمكن أن تستمر، لكن في النهاية يستحقون الإشادة على ما قدموا في هذا البطولة. وصلونا لأن الجمهور بيعيط عشان ما وصلش نهائي كأس العالم. شفت الفخر، مدى الشرف والفخر يا محمد. الجمهور المغربي الموجود بيعيط عشان فريقه ما وصلش نهائي كأس العالم، وهو طموحه قبل البطولة كان الوصول للدور الثاني. طبعا، فتحية كبيرة وشرف بالنسبة لنا، وشرفتونا ونفتخر بيكم دائما. فتحتوا لنا باب الأمل. ولد صغير، جمهور زعلان يا جماعة. وصلونا ان المنتخب عربي جمهوره زعلان عشان ما وصلش نهائي كأس عالم. ما هذا الفخر، ما هذا الشرف. والله وما فيش حد بخل. الواحد جسمه أشعر لما يجي بيتكلم عن المنتخب المغربي، ودي حقيقة. انتوا فتحتوا لنا باب أمل، انتوا وحدتوا العرب اللي بقالهم سنين متفرقين. كرة القدم المغربية وحدت العرب، وحدت 400 مليون، ووصلتوا لنا حلم احنا عايشينه، ونفخر اللي احنا عايشين هذا الحلم، ان فريق جمهوره ولاعيبته بتعيط عشان ما وصلش نهائي كاس عالم. فهذا فخر وشرف، وشرفتونا، ولا مجال للنقد ولا مجال ان احنا انتوا بداتوا غلط ولا المدرب بدا غلط. انت بتلعب حمل اللقب، فبطوله كبيره، ملحمه، 6 مباريات ملاحم تدرس. اول فريق دفاعيا ممتع، وهجوميا ممتع، بدون كرة ممتع، وبكرة ممتع. وناحي خطفت القلوب يا وناحي. زياش اول مرة اشوف بطولة لزياش منضبط من الناحية الهجومية والناحية الدفاعية. نصيري، سايس كابتن الفريق، حكيمي، كل اللاعبين بما فيهم المدرب الوطني. فتحية كبيرة ليكوا، كبيرة كبيرة، شرفتونا. ولازم يستحقوا استقبال أبطال. حتى المركز اللي خد المركز الثالث والرابع اتمنى ان ياخدوا المركز الثالث. استقبال أبطال. شرفتوا 400 مليون عربي، شرفتوا الأمة العربية والأمة الإسلامية، وحدتوا العرب والمسلمين في خلال 25 يوم. فتحية كبيرة لكم.
كاكا فزت بكأس عام 2002، لم تتمكن الوصول إلى نهائي 2006 مع المنتخب البرازيلي. الكل يتحدث عن صعوبة حملة الدفاع عن اللقب لكل منتخب فاز بالكأس عام قبل ذلك. مع ذلك منتخب فرنسا يصل مرة ثانية على التوالي إلى نهائي كأس العالم. كلامك صحيح، وهذا من الصعوبة بمكان. حينما يخالجك شعور الأبطال تفتقد إلى الحافزية والدافعية السيكولوجية لكي تدافع عن اللقب. بالنسبة لي كريكاردو كاكا أعتقد أن اللاعبون المغاربة قدموا ما عليهم ويستحقون هذا الثناء، وكانوا يستحقون الوصول إلى النهائي، ولكن الثناء أيضا موصول إلى المنتخب الفرنسي الذي استحق الوصول إلى النهائي بسبب كل ما قدموا في دوري المجموعات وفي ضوء ما قدمه في نسخة روسيا. لديهم ركائز النجاح المطلوبة، ولديهم كانت هناك الكثير من الإصابات التي ألمت بالمنتخب الفرنسي والتي أقلقت السيد ديدي ديشان. إذا الثناء موصول لكل اللاعبين الفرنسيين ولكل الغائبين، ولكن أريد أن أستغل الفرصة لكي أشكر المنتخب المغربي. أعتقد راسخا أن المنتخب المغربي خاض مغامرة جميلة. إذا ليس من السهل إلى أن تصل إلى المربع الذهبي عن طريق الصدفة. المنتخب المغربي استحق الوصول إلى النصف النهائي من خلال اللاعبين الأقوياء، من خلال حنكة المدرب، من خلال الجماهير. وهنا مرة أخرى نبقى أو نقف على أهمية